وصدقوني أنا إلى الآن كثير لازم بريك صراحة، كثير لازم بريك بالنسبة لهذا الأمر، لأنه حقيقة هذا يوجع قلبي. كم مرة أتردد، حقيقة كم مرة هذا الشيء يأتي على ذهني ولكني أتردد وأحجم وأسأل الله أن يغفر لي. حقيقة أتردد أنه أنا أؤلف كتابا خاصا يقسم العالم الشيعي، كتاب رجالي، يعني كتاب رجالي كامل، فهرسة بالأسماء، واحد واحد أجيبه وأذكر هذا من أهل العالم الأول، هذا من الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، يصير هالشكل مرجع خاص يعني. عرفت شلون؟ رجال الحبيب. عرفت شلون؟ كم مرة أتردد بهذا الشيء، وهنالك ترى للعلم بعض من حتى يعني حثني على ذلك، للعلم بعض من حثني، لأنه بالفعل عندك مشكلة. الخطباء شو تسوي وياهم؟ شو تسوي؟ لابد تميز بين الخطيب الذي يمكن أن تسمح للناس بأن يتلقى منه، وبين الخطيب الذي تحذر الناس من أن يتلقوا منه. أحسنت. أصلا أساسا أيها الأخوة، أنتم تدرون شنو مشكلتنا؟ صراحة أقول لكم، مشكلتنا أننا لم نواصل المسيرة الرجالية لعلمائنا الأبرار. علماؤنا الأقدمون ومن تلاهم كان عندهم حس رجالي إنجاز التعبير، يعني كانوا يصنفون المصنفات في تقسيم علماء ذلك الزمان. هو هاي الكتب الرجالية شنو اللي عندنا؟ وبالفعل كانوا أحيانا حتى يصل الأمر بهم إلى ما يظهر عليه الآن أنه تجني. عرفت شلون؟ يعني حتى واحد مثل الصدوق اللي هو الصدوق ما سلم منهم. وأنا ذكرت الظاهر ذات مرة في البث المباشر، ما أريد أكرر، ما أحب أرشد لمثل هذا الأمر.